من فترة مش بعيدة وابتدى الترند العالمي يروح ناحية ال AI أو بالمعنى الأدق الماشين ليرنينج، جزء أساسي من عملية الذكاء الاصطناعي. أنت بقيت تخلي الكمبيوتر يتعلم إزاي يفكر وإزاي ينفذ من غير امر منك، عن طريق انك بتغذيه بالداتا والباترنز اللي هي الانماط او التصرفات المنطقيه بتاعتك، ومن عند اللحظه دي بيبدا يشق طريقه هو. وده كان المسمار الاهم في حاجه كتير جدا بيستخدموها دلوقتي، الجنريتيف اي اي. تبص شركات كروت الشاشه للموضوع ده، الله طب ما تيجي نعمل الموضوع ده في الالعاب كاندستري مليانه بالداتا وكمان بالباترنز، ومفيش احسن منها تغذي الاي اي بباترنز مختلفه. كده كده كل لعبه فيها جزء اي اي صغير بسيط قوي اسمه الان بي سي، دي الشخصيات اللي بتكون حواليك في اللعبه واللي بتتصرف بناء على افعالك. بس احنا اللي بندور عليه ما هواش مجرد تصرفات تبان انها ذكيه او معموله كويس، بس في الاخر سكريبتد. انت بتدور على فريمات اكتر، بتحلل الفلوس اللي بتدفعها في كارت الشاشه دلوقتي. وهنا تيجي بقى ميزه اسمها الاب سكيلينج. بس الموضوع كالعاده ما بداش كده، الموضوع ليه جذور في الماضي في الالعاب، لما كان في اوبشنز اسمها باي لينير او تراي لينير فلترنج. ركز بقى معايا عشان الموضوع عميق جدا. دي مميزات كانت بتعمل حاجه اسمها دوبليكيشن لاقرب بيكسل ليك. طبعا ما كانش بيكون بنفس الجوده لان دي كانت الجوريزم بسيطه جدا، فخلق نوعا ما بلور او حركه ضبابيه حوالين المجسمات. فعشان نعالجها عملنا حاجه مشهوره جدا جدا مستخدمه لحد دلوقتي اسمها المالتي سامبل انتي اليزنج او الام اس اي اي. ودي الميزه اللي بتعمل حاجه اسمها تنعيم الحواف. بس المنكش هنا ان الميزه دي متطلبه لموارد كارت الشاشه بشكل غبي. احنا رقصنا على السلم، فنبدا ندور على تكنيك مختلف ما يقللش من جوده الصوره بس يرفع من معدل الفريمات. صعبه شويه. وهنا يجي لك الجيل الاول من مميزات الاب سكيلينج في حاجه زي الاف اس ار من اي ام دي. في الاول الاف اس ار كانت بتشتغل بحاجه اسمها سبيشال اب سكيلينج. احنا مش هنكرر البكسلات القريبه ولا حتى البعيده، احنا هنرندر المشهد ذات نفسه على ريزولوشن قليل شويه. فبدلا من اننا نخلق بلور او نضغط اكتر على كارت الشاشه، احنا هنزود الفريمات ولكن بجوده اقل شويه، تقريبا بنسبه 33%. خلى فعلا في فريمات اكتر، بس الصوره اتاثرت بالاخص في المجسمات البعيده، تحسها متقطعه او مش باينه قوي. طب المجسمات القريبه هي عانت من الموضوع ده ولكن مش بنفس الدرجه للمجسمات البعيده. عشان كده جه الجيل الثاني من الاف اس ار، الاف اس ار 2، اللي اعتمد على تكنيك مختلف شويه، التمبرال اب سكيلينج. والحقيقه التكنيك ذكي جدا. هو كان بيستخدم اليمنتس او فراجمنتس او داتا من الفريمات القديمه ويعمل ري استراكشر ليها، يعيد بنائها على الفريم الحالي. عايزك بقى تركز معايا قوي ان انت لحد هنا لازلت ما بتستخدمش الاي اي، انت هنا بتعتمد على داتا اوريدي موجوده، ما بتخترعش العجله. يعني حتى مع حاجه زي الاف اس ار 3 اللي برضو ما كانش معتمد على الاي اي بشكل صريح، لان الاف اس ار قدم ميزه جديده. الفريم جنريشن من اكتر الحاجات اللي كانت ثوريه جدا في الاجيال اللي فاتت، لان بقى دلوقتي ما بين كل 2 فريم في فريم ثالث على الاقل تم انتاجه عن طريق الداتا اللي اوريدي تم معالجتها قبل كده. فبجانب اننا رفعنا الكواليتي، خلاص احنا بقينا نضيف فريمات جديده، فبالتالي اللعبه بقت تنتج حرفيا ما يقارب من ضعف الفريمات. خد عندك مثلا لعبه زي دوم دارك ايدجز على ال2K بكارت زي ال 9070 اكس تي، اعلى كروت الجيل الجديد من اي ام دي، بتشتغل على 124 فريم على الرو بيرفورمانس، وده رقم ما هواش قليل. يعني انت معتمد اعتماد كلي على اداء الكارت ذات نفسه. لما نشغل حاجه زي الاف اس ار 3 مع الفريم جنريشن، بما انه المدعوم حاليا جوه اللعبه دي، الفريمات بتنط من 124 فريم لرقم اكبر بكتير، 228 فريم. ده بيخلي لعبه اصلا فاست بيزد مش مصنفه انها كومبيتيتيف تكون سلسه اكتر. نجرب لعبه اتقل شويه زي انديانا جونز، لعبه متطلبه جدا لموارد كارت الشاشه بالاخص الرامات، وفي العادي جدا اللعبه بتجيب مع الكارت ده متوسط ال 108 فريم، لكن بمجرد ما تفعل بس ميزه زي الاف اس ار 3 تلاقي المتوسط نط معاك ل 219 فريم، الضعف تقريبا واكتر. هتلاقي نفس السيناريو اتكرر في دلتا فورس بلاك هوك داون اللي بتعتمد على
انريل انجن 5، واحد من اتقل محركات الالعاب دلوقتي. تخيل ان كارت ثمنه يعدي ال $600 بالمستريح على ال 2K في 2025 يجيب فيها بس متوسط 35 فريم. ده رقم قليل في عرف الالعاب التريبل اي جيمز، لكن بضغطه زرار كارت الشاشه حول اللعبه من 35 فريم امبلايبل كلعبه تريبل اي ل 127 فريم. وانا هنا بستخدم بروسيسور زي 9800 اكس 3 دي عشان ما تقولش ان في اي اختناق بسبب الكارت والبروسيسور. فالمواصفات جباره ومتفصله على الالعاب، بس ما لعبتش اي ام دي فقط على مجرد الزياده دي، هي طورت نسخه احدث بعد كده من الاف اس ار 3.1 عشان تزود من كواليتي الصوره. لحد هنا وعلى عكس ما كنت انت متوقع، اي ام دي ما كانتش بتعتمد كل ده على انويه ذكاء اصطناعي بالمعنى الحرفي والصريح، وده يمكن السبب اللي خلى الاف اس ار 3 بكل مميزاته متواجد على كل الاجيال اللي بتقدمها اي ام دي، بدايه من الار اكس 500 لحد الار اكس 7000. عشان تبقى فاهم الار اكس 500 ده قديم قد ايه، المعماريه اللي موجوده فيه من ايام 2017، واول جيل من الاف اس ار كان في 2021. تخيل عظمه الباكورد كومباتيبلتي بتاعت ام دي وصلت لحد فين، والعظمه طبعا لله وحده. لكن عزيزي المستخدم في سوق الهاردوير، دوام الحال من المحال، احنا مش هنقعد نوبتمايز كل التعريفات على كل الكروت. المستخدم القديم في نن العين وعلى الراس. هيجي دور الجيل الجديد والاف اس ار 4 اللي لاول مره هيتم استخدام الماشين ليرنينج بشكل صريح في الالعاب، وده تطور كبير جدا. احنا هنخلي الاي اي او الماشين ليرنينج بالتحديد قوي هو اللي يتولى توليد الفريمات ورفع جوده المشهد، وده عشان يبان قدامك محتاجين لعبه تكون عصرت الكلام ده كله زي سايبر بانك 2077. من الرو بيرفورمانس هتلاقي ان الاف اس ار 3 الصوره مش بنفس الحده في تفاصيل صغيره قوي، او مش بنفس الجوده، ويبان اكتر الموضوع ده في الانعكاسات اللي بيكون فيها تفاصيل اكتر بكتير، على عكس بقى الاف اس ار 4 اللي بتنتج كواليتي او جوده اقرب ما يكون للرو بيرفورمانس. ودي اللعبه اللي بتلعبها اي ام دي من اول الاف اس ار 2. كده كده العاب زي العاب التريبل اي بمجرد ما تعدي ال 60 فريم بتكون في اسعد لحظاتها، لانها ما هياش معتمده على السرعه والاستجابه قوي زي الالعاب الكومبيتيتيف اللي الملي سكند واحد فيها بيفرق كمان. فانا هزود الكواليتي وفي نفس الوقت انا كده كده معايا فرق الفريمات كبير. الالعاب اللي معايا فيها دعم للاف اس ار بشكل صريح، ما بين العاب فيها بنش مارك تول مبنيه جوه اللعبه، وما بين العاب بضطر العبها بنفسي. وبصراحه لما لعبت العاب زي ذا فاينلز مثلا، لعبه بضيع فيها وقت من حين لاخر، ما حسيتش ان في اختلاف كبير من حيث الكواليتي او حتى من حيث الاستجابه، بس لقيت رقم فريمات اكبر بكتير. ذا فاينلز لعبه ديماندنج شويه، فالاف اس ار حولها من لعبه بلايبل للعبه بلايبل اكتر بكتير. ولكن انا مشكلتي مع الاف اس ار انها ما جابتش جديد. ما تفهمنيش غلط لان دي نقطه محوريه، لكن لما تجرب لعبه مرت على كل الاجيال، فرق الاداء ما بين الاف اس ار 3 والاف اس ار 4 هواش كبير، لان كده كده اي لعبه بتدعم الاف اس ار 3.1 هي بتدعم الاف اس ار 4، سواء اشتغلت معاك اوتوماتيكلي او شغلتها مانوال من منصه اي ام دي ادرينالين. غير كده ان لحد اللحظه مفيش فريم جنريشن بيتم انتاجه عن طريق الماشين ليرنينج، وده دور الاف اس ار ريدستون. وعلى عكس ما هو منتشر وبيتقال، الاف اس ار ريدستون ما هياش تقنيه جديده او ميزه جديده. ريدستون هو اسم ماركتنج لاهم تحديث هتنزله اي ام دي، وريدستون ده استخدمته مايكروسوفت قبل كده. ريدستون هيضيف اولا ميزه مهمه جدا، وهي الماشين ليرنينج فريم جنريشن، اللي المفروض هيجيب فريمات اكتر من اللي موجوده في الاف اس ار 3.1 ولكن بنفس كواليتي الاف اس ار 4. غير كده هيضيف حاجه اسمها ماشين ليرنينج راي ريجنريشن عشان يحسن من اداء تتبع الاشعه اللي لازالت اي ام دي بتعاني منه في بعض الالعاب. الاهم بقى وهي نقطه تهم مطورين الالعاب، الشبكه العصبيه الجديده، ودي ميزه هتعتمد على الاي اي بشكل كبير جدا في تحديد مصدر الضوء، والضوء ده ايه هو بالظبط، وتبدا تتعلم وتتعامل معاه في المشهد بنفسها. ده المفروض على حسب كلام اي ام دي يحسن من كفاءه وجوده حاجه زي الجلوبال الومينيشن، وده يمكن السبب اللي خلى اي ام دي توقف دعم الاف اس ار عند الجيل الجديد بس الار اكس 9000. طبعا ميزه ريدستون لسه مش وايدلي سبورتد بشكل كبير، هي لسه نازله من اسبوعين في لعبه بلاك اوبس 7 ونزلت في بعض الالعاب التانية، ولكن لسه الموضوع قدامه شويه عشان يكون اما نيتيف انتجريشن يعني ابديت للالعاب بحيث انه يضيف المميزات الجديده جوه انجن اللعبه ذات نفسها، او درايفر ليفل اوفر رايد، ودي ميزه انا ما بحبهاش لان هنا سوفت وير اي ام دي اللي هو ادرينالين هيكون نقطه الارتكاز. لو افترضنا ان الدرايفر او السوفت وير بشكل ما معطوب في فيرجن معين، وده وارد جدا، انت هتتسوح في الاداء. الملخص عشان عارف انا سحلتك بشويه معلومات وارقام وكلام كتير، اي ام دي بتقدم حرفيا
كروت منافسه بشكل كبير، وده احنا اتكلمنا عنه قبل كده واستخدمناه في تجميع قبل كده، ممكن نستخدمه في تجميع جايه وبنكرره دلوقتي. اداء 9070 اكس تي اكتر كارت اتسالت عليه الفتره الاخيره، منافس بشكل كبير جدا، وغير كده هو بيقدم سعر ممتاز. لحد دلوقتي تجربتنا معاه تخص جزئيه الالعاب، هتكون لينا معاه تجربه اعمق في استخدامات اكتر في خلال الفتره اللي جايه. اي ام دي محتاجه تشتغل اكتر واسرع، لان سنه كامله عشان تحديث مهم زي ده مش حاجه حلوه. لان انا من الناس اللي امتلكت كروت اي ام دي في البرايم تايم، ايام ال 5770 وال 4850 وال 7770 وحاجه زي الار 9 280 اكس. ده في وقت من الاوقات كان الهاي اند تشتريه ب 2500 جنيه، هاي اند ب 2500 جنيه. اللي حاصل الايام دي، عارف ان انا كنت بتكلم عن كروت بتطحن المنافس، مش سعر بس وانما كمان اداء وتقنيات وتواجد ودعم. بتمنى بكل جديه وحياديه ان ايام زي دي ترجع تاني، مش عشان كروت اي ام دي وارباح اي ام دي، بل عشان المستخدم اللي نوعا ما بقى حاسس بملل غير طبيعي في سوق الهاردوير. شيء زي ده بيخلي السوق متوازن وفي منافسه، كله بيقطع في بعض، ايش مميزات واسعار، وطبعا في الاول وفي الاخر انا وانت المستفيدين. طبعا ده في حاله ان السوق العالمي اصلا بخير. دلوقتي عندنا مشكله الرامات بسبب الاي اي اللي قاعد انا بتكلم عليه من اول حلقه، لكن لكل مقام مقال. ففي حلقه جايه هتجيلك لما تعمل سبسكرايب للقناه وتشغل جرس الاشعارات، ممكن نناقش حاجه زي كده. وما تنساش اللايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، وكالعاده اتمنى ان شاء الله اني اشوفك في الحلقه اللي جايه.